عمرك لاحظت ان حكام الكورة عندهم احذية شبه بعض جدا؟ والاغرب ان كلهم نفس الموديل القديم ده بالذات. بص يا صديقي، انت ممكن تلاقي لاعب نازل بكوتش خفيف وكوتش برقبه وكوتش معمول للسرعه، لكن الحكم غالبا هتلاقيه بحذاء اسود كلاسيكي شكله كانه خارج من الثمانينات. والغريب ان الموضوع ده مش مجرد شكل، الحكم طول الماتش بيجري وبيغير اتجاهه وبيقف وينطلق طول الوقت، فهو محتاج حاجه اهم من ان الكوتش يكون خفيف جدا، زي الراحه والثبات، وحذاء يكون ماسك كويس جدا في الارض. وعشان كده احذيه زي مونديال تيم بقت اختيار مشهور جدا بين الحكام، لانها معموله بنعله رف مطاطي، واديداس بتذكر انها مصممه للثبات والتراكشن، ومعاها طبقه ايفا للراحه. اما بقى الكوبا مونديال فده النسخه ذات النعل المخصص للارضيات الطبيعيه الصلبه، وبرضه تصميمه الكلاسيكي والجلد والراحه خلوه من الاحذيه المرتبطه بالحكام بشكل واضح. وهنا بقى الحته اللي يمكن ما تعرفهاش، اديداس عملت فعلا نسخه كوبا مونديال مخصوص للحكام في كاس العالم 2018 احتفالا بظهور الكوبا في كاس العالم للمره العاشره في تاريخها. يعني الكوتش اللي انت شايفه على الحكم ده مش مجرد اختيار عشوائي، ده بقى جزء من تاريخ الحكام نفسه. فصلي على النبي كده يا صديقي وعرفني في الكومنتات، لو انت حكم هتختار المونديال الكلاسيك ده ولا هتنزل بكوتش حديث خفيف عشان تكون حكايه جديده من حكايات الليبرو.